المشاهد حاليا يشوف هاي الخيارات او الخيارات، لكن موجود عندنا خيارات اخرى للخروج بعمليه سياسيه ممكن ان تقنع الجمهور والسياسي. يعني اتوقع انه يجب الالتزام بالدستور اولا. الدستور العراقي يجب ان يكون هو الخيمه الاعلى، ما حد يتجاوزها. هذا اول منطلق اذا اريد نصلح. الان كل الكتل كل السياسيين ينادون بنفس ما تنادي بالدستور، ينادون انه نلتزم بالدستور ويطالبون بتطبيق اتفاقيات قد تجوز هي تخلق الدستور او ما تتماشى مع الدستور. يعني مثلا الاشكاليه اللي حصلت في القبه السياسيه هي اشكاليه مجلس السياسات اللي هو للاخ الاستاذ اياد علاوي. هذا الموضوع اتفقوا عليه في بدايه تشكيل الحكومه، وبعدين اعترضت عليه اطراف قالوا هذا مو دستوري، ما موجود بالدستور العراقي شيء اسمه مجلس السياسات الاستراتيجي، ماكو. فهذا يحتاج تشريع قانون. صارت الازمه. لو من البدايه الاتفاقيه يعني الخلاف كان دستوري، الخلاف كان خلاف على اساس دستوري، على اساس الدستور. مو كان الخلاف صار، هو ما كان اكو خلاف، كان اكو اتفاق على نظم معينه. هذه النظم بعد ان تشكل جزء من الحكومه الرئاسات الثلاث وبدات العمليه السياسيه تمشي، بعدين بدات اصوات تنادي انه يا جماعه ترى مجلس السياسات هذا ضد الدستور، مخالف للدستور. فعندما صار هذا الاشكاليه صار الان بين العيب. وين العيب؟ عندما تم الاتفاق في اربيل، ليش ما قالوا لما اتفقوا ليش ما قالوا لا اقفوا هاي النقطه ما نتفق عليها مو دستوريه؟ ليش خلوا الموضوع يمشي وبعد ان مشى الموضوع صارت هاي الاشكاليه الدستوريه؟ احنا اليوم اذا ما نجعل الدستور خيمه حقيقيه للعراق وللعمل السياسي ما ننجح. الدستور اولا، ومن ثم لا باس تصير محاصصه على الوزارات، على طبعا ما يصير مكون واحد هو يستلم السلطه، يجب ان يكون هناك شراكه في هذا الوطن، لان هذا الوطن يضم الجميع، يضم الشيعة والسنة والأكراد والتركمان وغيرهم من الأخوة المكونات اللي تكون. طيب اكو بعض المفردات، انت اليوم داخل قبة البرلمان والعملية السياسية اكو بعض المفردات والجمل دخلت أثناء الحوارات السياسية تظهر، منها مثلا بيضة القضبان، منها ذوبان الجليد، وضع العصا في العجلة. هذه المفردات اللي ينادوا بيها او يعني شنو اللي بقى عالق في ذهنك او اللي تحقق او انجلى؟ يعني ذاب الجليد السياسي؟ يعني الجليد السياسي أنا أخشى أن ذوبانه يسوي كارثة أكبر، يعني هو يذوب الجليد وتطلع هاي المشاكل. من هو بيضة القضبان السياسية؟ بيضة القضبان الأكراد طبعا، هم اللي هم الآن المقاعد الأخوة الأكراد، هم ال 42 أو ال 40 أو 41، هم ذول الجماعة إذا صاروا مع العراقية مع الكتلة العراقية وبعض الأخوة من التيار الصدري صاروا أغلبية، وإذا راحوا مع التحالف الوطني صار التحالف الوطني أغلبية، فهم لذلك يطلق عليهم اسم بيضة القضبان. وهم طبعا يعني أعتقد هم مسرورين بهاي المعادلة لأنه ما يمضي أي شيء بدون وجودهم. طيب من اللي واضع العصا في العجلة؟ العراقية تقول التحالف الوطني والتحالف الوطني يقول العراقية. وأنت ايش تقول؟ أنا أقول الجميع هناك. لا اكو بداخلك اسم. بداخلي اسم شخص واحد ما. لا مو اسم لتحالف أو تيار أبدا. اللي واضع العصا على قولتهم في العجلة هم ناس من التحالف الوطني ومن الأكراد ومن العراقية. قد يجوز لهم أجندات، قد يجوز لهم رؤى بعيدة، قد يجوز ما عاجبتهم هاي الطبخة السياسية، فكل واحد يحط له عرواجه شكل، كل واحد يحط معوق شكل. يعني ما قعدنا احنا إلى اليوم، أنا صار لي اليوم سنة أداوم في مجلس النواب، إلى اليوم ما قعدنا قعدة حقيقية احنا كنواب متجردين عن القوائم ومتجردين عن الكتل ومتجردين عن مصالحة نفسية. ما قعدنا إلى اليوم قعدة وحدة وقلنا تعالوا يا جماعة خلينا نحل مشاكل هالناس المساكين اللي جاي تنذبح بالشارع كل يوم. تعالوا يا جماعة خلينا نتناقش نشوف وين المسار الأفضل، وين الاتجاه الأفضل نمشي به من أجل أن ننهض بهالبلد. يا أخي بلد خير، عندنا نفط، عندنا أنهر، عندنا أرض زراعية، عندنا الحمد لله يعني غاز، عندنا فوسات، كل شيء عندنا. أغنى بلد في العالم العراق، ومع الأسف أفقر شعب الشعب العراقي. تروح اليوم أنا ما شايف بس بالدول الفقيرة ناس عايشين بتشول ما عندهم بيوت. اليوم يعني أنا شفت قبل شهرين عائلة عايشين بحاوية نسميها احنا، حاوية حديد، عايشين بمكان يعني قريب الفلوجة،
وطلعت قناة الأنبار عليهم صورتهم، أنا ما صدقت. وبعدين رحنا أجرنا لهم أهل الخير، أجرنا لهم بيت ودرناهم بعائلة فقرة. ما أصدق بهالعراق العظيم هذا بهالخير اكو ناس عايشين بتشول ما عندهم لا بيت ولا غرفة ولا خيمة ولا عمل ولا وارد ولا سنت واحد. الآن الأزمات، أزمات الفقر، البطالة، عدم وجود مساكن، عدم وجود عمل ممكن بسيطة هذه المشاكل بالمقارنة مع المشكلة السياسية. خلينا أرجع وياك للأرض الزراعية. لما تذهب إلى قبة البرلمان من اللي يكون أمين على أرضك؟ والله عندي الحمد لله هواية ناس، عندي فلح وعندي فلح أنا حاطهم بالحلال ياخذ الفلاح راتب، وعندي فلاح حاطه بالقاع ياخذ يعني يشتغل وياخذ بها حصة. احنا نسميه ياخذ حصة، يزرع القاع ياخذ هو ربع مثلا او نص من الوارد ماله. انا علي المصرف والقاع، هو علي التعب والجهد، ومن المحصول مالها ياخذ نص. هالمحصول اللي يجي انعم الله. عندك مستشارين من الاخوه الفلاحين؟ فلاحين ما احتاج لها مستشارين. يعني الفلاح ما يرى نوعيه الزراعه لا هم معروف يعني بالمواسم. عندنا مثلا ثابت يعني ثابت. بالشتاء مثلا نزرع بيوت بلاستيكيه خضروات، بالصيف هكذا، بالموسم موسم الحنطه والشعير وهكذا. حنطه وشعير. ودي لاخوانك الفلاحين بالنواب، اخوانك السياسيين نواب، بدي لهم حنطه شعير. ليش باخذ عليهم؟ ان شاء الله هم أودعوهم لهذا المكان. الله سبحانه وتعالى. والله أنا يشرفني أي واحد بهم يجي أنا أكون له خادم. هم إخوان أعزاء. أنا أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يخلينا على قلب واحد ويهدئ النفوس ويخلي إن شاء الله الرؤى متقاربة وننهض بهالعراق، عراق الخير هذا، ويصير له يرجع يتعافى ويرجع إلى مكانته الحقيقية. خلينا نتخلص من أجواء السياسي. انطيني شنو أجواء السياسي وتفكير السياسي وروح السياسي داخل قبة البرلمان حتى أرجع إلى أجواء الفلاح. شلون يفكر السياسي؟ يعني يفكر السياسي تلقاه دائما متشنج احنا من نروح للبرلمان نداوم دائما تلقانا متشنجين. من يجي قرار معين تلقانا مشكله، قرار ما يمسك وحدك، يمس العراق كله، فتكون حذر ومتشنج ودقيق في ادق التفاصيل، تكون تركز عليها يعني. طيب اجواء الفلاح شلون تكون؟ غير متشنجه؟ مرتاح. الفلاح مرتاح بقاعته الحمد لله والشكر، وقراره ما يأثر على حد، يأثر على قاعته وعلى زراعته وعلى مصلحته. فتتخذ قرار اكربوا هاي القاع وازرعوا، مستانس ما عندك مشكله. متواكب مع شراء المكننه الحديثه الالات الزراعيه؟ احنا ما نحتاج هنا، احنا بالنسبه لنا عندنا حاصوده بالموسم نحصد بيها، والما عنده يأجر. وهي التراكترات هاي الموجوده الان الفورجسن هذا المنتشر الان، الدوله هم جاي تجيب وتبيع الفلاح. متعاونه وزاره الزراعه؟ والله متعاونه بس حقيقه مو بالشكل المطلوب. اكو جمعيات فلاحيه كانت تعبانه موجوده لحد الان؟ تعبانه هسه موضوع رئيس جمعيه مثل الفلاحين في المنطقه. هسه يعني قلت لك تعبان الوضع هسه. يعني حتى هاي المعدات الزراعيه، ذاك اليوم رحنا على وزاره الزراعه على فرع الفلوجه العامريه، الدركتر الفورجسن يعني يبيعونه ب70 مليون. مبلغ عالي جدا، غالي يعني. فهم الفلاح يشتري له دركتر ب70 مليون، اما هوايه على الفلاح. شنو محصوله اللي يجيب له 70 مليون تا يشتري دركتر؟ ممكن هذا حتى تحبط من عزيمه عملهم. شو تسوي يعني؟ هاي ما هذا الموجود. هذا الموجود يعني. طيب الاراضي منتشره حاليا، نشوف احنا لما نجي من بغداد باتجاه الفلوجه والرماد نلقى اراضي زراعيه، اراضي متروكه. هاي اللي قلت لك الناس تغيرت، تقول لي الوضع هسه احسن. الناس من الضيم اكو ناس عافت قيعانها وشالت من الوضع الامني، اكو ناس من كثر الاستهداف اللي قتلوا ابنه واللي قتلوا اخوه وعمه وضربوه، هذول القاعده القرده هذول اللي هزموا العالم حتى من قيعانهم. اكو ناس رحلت خارج العراق عافوا قيعانهم وبيوتهم وشركاتهم وراحوا. اكو ناس تملك الاف الدونمات. طيب اذا ما كان من جانب غذائي، من جانب جمالي، ممكن الطريق يكون طريق افضل. من يزرعها؟ هو اللي عاف قاعته وراح خو، ما تروح انت تزرع قاعته. طيب الدولة ممكن تتكفل بزراعتها؟ الدولة ما تقدر، الدولة لأن هذه الأرض مملوك. الدولة ما تقدر تزرع قاع مواطن هو عايف يقول كاني مرت ازرعها. قاعتي وانا هسه انا قاعتي من ابطل عناية، من يقدر يزرعها؟ ما حد يقدر يجي يحط بيها خير. لكن ممكن الدولة تتساءل او تساءل. ممكن الدولة تهيئ الظروف اللي تشجع الناس يرجعون يزرعون. ممكن الدولة تنطي مغريات للفلاح، ممكن توزع المرشات هاي اللي للفلاح انه مثلا بسعر مدعوم من الدولة. الدركتر اللي ب70 مليون إذا الدولة دعمته بالنصف، دفعت قيمة نصف قيمته، والباقي خلوا الفلاح يتحمل، الفلاح يكيف، يتشجعون على الزراعة، يركضون يزرعون يجيبون. بس إذا دحق كل شيء غالي، شنو اللي يشجعك تزرع أنت؟ طيب الفلاح كان يتحفى ويدخل الأرض الزراعية، اليوم عيفان تساعدون،
يتحفوا ويدخل الارض من السياسيه؟ الدسقي من الدسقي لا السياسيه. إيه؟ السياسيه يعني السياسيه ما يراد لها واحد يتحفى ويفوتها، السياسيه يراد لها واحد يفوت بدون قناع، مو يتحفى. يعني اليوم لازم لا يحتاج من جانب اخر جهد يعني يحتاج جهد، بس يحتاج ممكن نحتاج العقليه والفكر، تحتاج تدخل الى العمليه السياسيه المعترك السياسي بوجه واضح وصريح جدا ومكشوف، بدون اجنده خارجيه، بدون اطماع سياسيه، بدون لف ودوران، بدون تحت الطاوله اتفاق وعلى الطاوله اتفاق. هذا تحتاجه. فلاح من يطب قاعته يحتاج اعزكم الله يفوت حافي ويسقي صحيح، بس من يفوت العمل السياسي يفوت بوجه نظيف وواضح ومكشوف وبأجندة واضحة. تقول أنا برنامجي السياسي 1 2 3، أعاون الفلاح، أعاون المزارع، أعاون الفقير، أبني دور سكنية واطية الكلفة للأيتام والشهداء، أنطي معونات للأرامل، أدخل ببرنامج. أما أنا أدخل أمشي سياسة دولة من أجل دولة أخرى تملي علي، يعني مشكلة. أنت فلاح ولا سياسي؟ والله أنا أتشرف أكون فلاح، وأتشرف أكون خادم في بغداد لأهلي وفي المعترك السياسي. إلى أيهما تذهب أنت؟ يعني لو أتيح لك الخيار، يعني لو أتيح لي الخيار أنا أتمنى أواصل عملي في المعترك السياسي، لأن عندي قناعة، كل إنسان الآن في المعترك السياسي عنده قناعة أنه لو وخر من مكانه فممكن يقع حيف على أهله وعلى من يمثلهم في البرلمان. يعني أنا دائما أفكر أقول من أروح أنا نائب عن الأنبار، أنا فارس من فرسان النواب الأنبار، من أغيب عن الساحة عندي يعني شعور في داخلي وليس غرورا انه ما حد راح يسد مجلس النواب يقولون احنا شيخ عيفان مدللين اصغر واحد بالبرلمان. اخوتي الكبار يدللوني، يعني هذا يشرفني، اخواني الكبار يدللوني. دلل بتعبيك صغير القوم، يعني صغير القوم، انا صغير القوم واتشرف ان اكون انا خادم لهم. هم مدلليني اخواني والي حق عليهم يدللوني. قد يكون العمر هو مو المعيار الحقيقي بالعطاء على المستوى السياسي ولا على المستوى الزراعي. صحيح. أنا أتمنى لك كل التوفيق على كل المستويين. الزراعي هذه الأرض خضراء، أريد عملك يكون أخضر. شكرا جزيلا، دائما أتمنى لك كل التوفيق، والختام دائما لضيوفي. الله يحفظك إن شاء الله. أشكركم جزيل الشكر، وأشكر قناة العراقية على هذا التواصل الطيب حقيقة. وإن شاء الله أتمنى منكم دائما أنتم، أنا ألاحظ قناة العراقية دائما يظهرون الجانب الإيجابي، وهذا شيء جيد. اليوم إحنا لازم نركز على رسالة الإعلام، رسالة نبيلة، نركز على إعلام يكون محايد، نركز على إعلام ما يصطاد في الماء العكر، يدور غلطات وزلات يشعل الوضع. تدري اليوم الوضع في الشارع العراقي يتأثر بكلمة من سياسي معين، يتأثر بخبر تنشره في قناة معينة، مانشيت يطلع معين. فنتمنى دائما أنتم تكونون إن شاء الله توازن جدا في عملكم الإعلامي، وندعو لكم بالتوفيق. وأهلا وسهلا. شكرا جزيلا، شرفت كل الهلا. سلمكم الله.